السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ وحشني كتير من الفيديو اللي فات. هنعمل النهاردة كده أكلة خفيفة جدا جدا. أحبكم في الله أحلى أخوات الدنيا. طبعا هنعمل النهاردة كفتة زي ما شفتوا معايا. طبعا هنا كيلو ربع من اللحمة مفرومة، حطيت عليهم حوالي كده 100 جرام من الدهون ومعلقة توم صغيرة مفروم وفلفل أسمر وبهارات لحمة وبابريكا وملح. ومعايا طبعا بصلايه هنا كبيره كده مبشوره وعصرنا كده مصفين منها الميه بتاعتها. ودي طبعا كيس تتبيله الكفته اللي انا بصراحه ما بستغناش عنه في التتبيله، جميل جدا جدا. وخلي بالنا منه عشان بيبقى في كل التوابل وبيبقى كمان في ملح، يعني ما نكترش الملح واحنا بنحط. وطبعا عندي شويه كده من البقدونس وقرن فلفل كده حار، ده اختياري طبعا. طبعا كل الكلام الحلو ده كده هقلته كده مع بعضيه اهو. وطبعا بصراحة هاخدها وش كده على الكبة. طبعا لو ما عندناش الكبة، انا قبل ما اجيب الكبة بصراحة كنت بعملها عند الجزار بالطريقة دي، يعني كان باخد كل حاجة معايا وبيفرمها لي وشين. بتبقى بصراحة ربنا بتبقى جميلة قوي، يعني بتبقى طرية كده، وبتبقى النماسك بتاعتها طلع يعني عاملة زي الخيوط كده، بتبقى بصراحة جميلة. طبعا انا حسيت ان هي دلعة شوية فرحت حاطه لها شوية ملح. بحبكم في الله جدا جدا يا احلى اخوات، وبحب تعليقاتكم الجميلة، وما تنسونيش بلايك وشير واشتراك وتفعلوا الجرس كده عشان يوصل كل جديد من انا وبناتي. زي ما قلت كده، لو ما عندناش الكبة ممكن نعملها عند الجزار. ما تسمعيش كلام اي حد الصراحة يقولك لتيها لتة كويسة او اعمليها بالمخرطة، لا بصراحة ربنا، لا اما تعمليها في الكبة، لا اما ممكن تعمليها لو عندك مطحنة الخلاط يعني شديدة وحلوة، ممكن تعملي شوية شوية بس يعني تلفيها شوية شوية زي كده. هفرمها زي ما شفتوا كده. طبعا احنا في الصيف وفي الحر بنبقى عايزين نعمل اكلات سريعة وسهلة وخفيفة في الحر ده بصراحة. وطبعا انتوا عارفين الايام ديت الحمد لله النور بيقطع كتير وكده، فالاكل ده يعني صحي وفي نفس الوقت خفيف، وكمان بصراحة ربنا يعني سهل وسريع. هنا بقى بصوا بقت عاملة زي الخيوط كده. هنا بقت ما شاء الله اللهم بارك جاهزة معايا. دي بقى المية بتاعت البصل اللي احنا عصرنا منها البصل وخدنا المية بتاعته، طبعا ما برميهاش، انا هستخدمها. دي الصينية اللي انا هشتغل فيها، دهنة بسيطة كده من الزيت وهصبع بقى فيها الكفتة واحطها فيها. زي ما قلت ان احنا في الصيف بنبقى عايزين ما نقفش في المطبخ كتير ونعمل حاجات سهلة وسريعة وكمان في نفس الوقت يعني مغذية ومفيدة. هنا جبت بقى بصراحة ربنا عندي سيخ كده، لو ما عندكيش السيخ ده ممكن تعملي بمعلقة كده، بظهر المعلقة برضو انا كنت بشتغل بيها بصراحة وبتطلع معايا الكفتة في منتهى الجمال. لو ما عندكيش هتشتغلي بيها زي كده. هنا بقى ببل ايدي زي ما شفتوا كده، بحط ايدي بمية البصل وبقى وبدوس كده وبسحبها بالراحة وبحطها في الصينية اللي احنا دهناها الزيت. طبعا دي لحمة جملي، وطبعا لازم يكون فيها نسبة دهون. انا حطيت فيها زي ما قلت لكم 100 جرام من الدهون. بتبقى مجمدة عندي في الفريزر وببشرها بالمبشرة زي ما شفتوها كده في اول الفيديو بالشكل ده. هنا خلصت بصراحة، عملت ما شاء الله، ما يعني الصينية اتملت معايا، فروحت بقى طبعا قلت بصراحة ربنا بقى اعمل لهم بقى كام رغيف حواوشي من نفس من نفس اللحمة المفرومة. يعني انتوا عارفين دلوقتي ما شاء الله الحاجة غالية بره جدا، فاحنا بنحاول نعمل كل حاجة ببيتنا انضف واوفر بكتير بصراحة ربنا، واوفر بصراحة في كل حاجة. هنا بقى هعمل كام رغيف كده حواوشي باللحمة اللي فاضت معايا، سهل وسريع. وعملنا الحواوشي كتير مع بعض وعملته بكذا طريقة معاكم، عملنا حواوشي اسكندراني وعملنا حواوشي بالعيش، عملنا كذا طريقة بصراحة. خلصت كده ما شاء الله، عملوا معايا 4 ترغيفة ونص رغيف كده زي ما انتم شايفين، والكفتة طبعا هدخلهم في الفرن. وهنعمل بقى مع بعض شوية رز كده بسمتي، بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة بمنتهى الجمال. هنا حطيت بقى معلقة من السمنة كده وشوية زيت، وخرطت كده بصلايه تخريط صغير جدا ونزلت بيها كده مدوب ان هي تصفر شويه معايا. هننزل بالتوابل بتاعتنا. زي ما قلت لكم ان احنا بنحب نعمل حاجات يعني ببيتنا اوفر واحسن، وكمان الصيف بصراحه بيبقى برضو من الحر، وان احنا مش بناكل وكده بنبقى عايزين اكل مفيد. هنا بقى معايا البهارات زي ما انتم شايفين، معايا كاري، معايا ملح، معايا فلفل اسمر،
معايا كركم، ومعايا ايه واحده من ورق ورقتين ورق اللورا، ومعايا الملح طبعا حطيته، ومعايا ايه الليمون اللي هو المجفف ده. اول ما بحس ان ريحتهم بتطلع كده ما شاء الله ريحته بتقلب الدنيا يعني، اول ما بتحطي التوابل دي. بروح نازله بالرز. طبعا الرز انا غسلاه بس مش نقعاه في ميه خالص، انا غسلته وصفيت منه الميه، وهنزل بقى ايه على التوابل والبصله اللي احنا حمرناها. طبعا عايزه اقول لكم الريحه كانت قلبة الدنيا بامانه يعني، ريحتها جميله قوي وما شاء الله يعني، طريقته سهله جدا. عملنا رز كتير مع بعض برضو بكل انواعه، بس الطريقه دي يعني انا بصراحه بحبها قوي وبحب اعمله كده على طول. هقلبه كام تقليبه كده، وهنزل عليه بميه سخنه بتغلي من الكتل. عايزه اقول لكم ان ما شاء الله الاكله دي مش هتقف لها كتير في المطبخ، في ثواني هتكون جاهزه معاكي وكله ما شاء الله يبقى تمام. وعايزه اقول لكم يعني بصراحه جميله جدا بصراحه يعني، ما شاء الله اللهم بارك. هسيب بقى الرز كده يستوي كده. الرز كان ما شاء الله اللهم بارك يعني، عشان ما اطولش عليكم الفيديو، ما شاء الله استوى. طبعا الرز البسمتي هو بيحتاج ميه زياده شويه عن الرز المصري بصراحه يعني، بتزودي قيمه عقله كده عن الرز المصري. انا بصراحه بعمله كده وبيطلع معايا مفلفل وجميل وفي منتهى الجمال اللهم بارك. اول ما بيقلب بنوطي عليه ونسيبه يشرب خالص ويستوي معانا. طبعا الكفته كانت طلعت معايا اللهم بارك برضو من الفرن، حطيتها على الفرن في الرف اللي في النص، ما بشغلش الشوايه خالص. شغلتها بصراحه بس عشان ايه احمر الحواوشي بس، وخلاص على كده. طلعت معايا ما بتقعدش كتير في الفرن. طبعا دي طبعا زي ما قلت لكم لحمه جملي يعني، بتكش شويه بصراحه يعني، غير اللحمه البلدي. هنا بقى الحواوشي بصوا جميل. عايزه اقول لكم يعني ما شاء الله كانوا بيتخانقوا عليهم بصراحه. عيالي من عشاق الحواوشي والله، يمكن بيحبوا الحواوشي عن الكفته والله بصراحه. كانت أكلة سريعة وسهلة ووجبة جميلة جدا، بألف هنا وشفا اللي كل، وبألف هنا وشفا مقدما للي هيعملها إن شاء الله. يا رب يكون طريقتي البسيطة عجبتكم، وبحبكم في الله أحلى أخوات في الدنيا، وبحب تعليقاتكم الجميلة. متنسونيش بلايك وشير واشتراك وتفعلوا الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من أنا وبناتي. وطبعا دي كانت فكرة مش أكتر، إن انت يعني ممكن تعمليه من نفس اللحمه، تعملي حواوشي منها وتعملي كل حاجه منها وانت واقفه كده تعملي كل حاجه في ثواني. ما يعني ما شاء الله اللهم بارك. هنا رصينا الصينيه بقى بتاعتنا، ورش رشه كده من البقدونس. مش قادره اقول لكم بقى الصينيه دي بره لو هنشتريها بمبلغ وقدره. لا احنا عملناها في البيت على قدنا، حاجات كلها بسيطه، بس الحمد لله والله بألف انا وشفا يعني، كانت جميله جدا وفرحت عيالي بيها جدا والله. بصوا الكفته جميله طريه جدا واللهم بارك، طعمها كان جميل جدا جدا. بتمنى فعلا ان انتوا تجربوها. طبعا عملت جنبها طحينه، وعايزه اقول لكم ان الطحينه دي والله بنتي اللي عاملاها، احنا بنعملها في البيت ما بنشتريش طحينه خالص، بعملها بسمسم وبدقيق وزيت، وعملتها قبل كده برضو معاكم. بصوا بقى الجمال، حواوشي اللهم بارك يعني، حاجه جميله والله بجد يعني، كانت اكله جميله جدا. بألف انا وشفا اللي كل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، بحبكم في الله احلى اخوات في الدنيا. وطبعا كالعاده بندوق مع بعض الاكل، والرز اللهم بارك بقى مفلفل كده وجميل، ويعني كان كل حاجه حلوه والله، والله كانت كل حاجه حلوه وجميله جدا. كانت حاجه بسيطه كده بس الحمد لله بألف هنا وشفا. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون كده عند حسن ظنكم. وما تنسونيش بلايك وشير واشتراك وتفعلوا الجرس كده عشان نوصل لكم كل جديد من انا وبناتي. وبحبكم في الله، وما تنسونيش بدعوة حلوة منكم الجميلة. ويا رب كده دايما نكون مع بعض على طول. وطبعا كنت هنا بقول لكم ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك. احبكم في الله احلى اخوات الدنيا، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو